احلى متابعين في كل مكان، يا رب تكونوا بافضل حال. النهارده حابه اكلمكم عن حلقه يوم 20 ديسمبر من مسلسل اقدار الزواج. تعالوا نبدا عشان نشوف ايه اللي حصل مجددا. في احداث في المستشفى، واضح ان ريا مصابه لانها كانت حاطه شيء على دماغها، وطبعا كلهم موجودين في المستشفى، سيدهارت وباراتشي وبلافي وعالية وكمان شهانة ورامبير. كلهم كانوا متواجدين في المستشفى، ولكن مش معروف ايه اللي حصل. هل تتوقعوا انهم وجدوا ميهيكا مصابة ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الحلقات اللي جاية. رامبير طبعا كان بيقول لريا انهم عملوا اختبار الحمض النووي، ولكن هو ما شافش التقرير ده بتاع الحمض النووي. قال أريد أن أرى ذلك الآن. ريا قالت له إنه تقرير الحمض النووي ثبت إن الطفل لسيدهارت، يعني الطفل اللي في رحم باراتشي، هو من سيد. لكن رامبير بيقول لها أنا أتحدث عنك، نحن في المستشفى فقط، وإن الأمر هيستغرق دقيقتين فقط لأجل الفحص، وحتى لا تأتي التقارير زواج سيدهارت وباراتشي لن يحدث. وبكده يكون رامبير وصل لحجة معينة عشان يوقف بها زواج باراتشي من سيدهارت. طبعا دي احداث حلقة 20 ديسمبر، ولكن لو في احداث تانية نزلت اكيد هعرفها لكم، والصور دي انا حابة اسيبها لكم على منتدى القناة، لو انتوا حابين تدخلوا تشوفوها هتلاقوها على المنتدى. وده يا حبايبي كان الخبر اللي بيخص مسلسل اقدار الزواج. اتمنى الخبر يكون نال اعجابكم، واشكركم على المتابعة.